اصعب وقت انك تكون نازل شركتك ونازل شغلك وانت مش عايز اصلا تنزل. لازم نفسك انك لازم تنزل كل يوم، لازم نفسك انك تتعامل مع نفس التيم كل يوم، لازم نفسك انك تتعامل مع نفس الشركاء كل يوم. كل ده بيسبب لك ضغط كبير جدا جدا جدا، وده كتير بنقع فيه، مش قادرين نخرج من الدايرة دي. والحل الوحيد عشان تقدر تخرج من الدايرة دي انك تشتغل اون بزنس مش ان بزنس. يعني تشوف الكيسز اللي انت مش مرتاح فيها وتبدا ان هي تبقى واضحه لك، وتبدا ان انت تعمل لها سيستم بحيث ان انت تعتبرها تشالنج، والتشالنجز دي انا محتاج اعمل لها سيستم. السيستم ده ببساطة جدا هو اللي يحل الموضوع ده. لو انا عندي عميل بيتأخر عليا في الدفع او في التحصيلات، يبقى اللي انا محتاج اشتغل عليه ان انا يبقى عندي سيستم ازاي العميل ده يدفع بكل بساطة وسهولة وبدون ان انا اقعد استنزف نفسي في الملحق، وهكذا. دايما تقعد تفكر ان انت ازاي تشتغل اون بزنس، ازاي تشتغل على السيستمز، ازاي تشتغل على الاستنباط، وما تبقاش ان بزنس جدا، وما تبقاش مايكرو مانجمنت، لان ده هيستهلكك. وفي نفس الوقت مش هو ده الحلم اللي انت اصلا رسمته، ولا ده كان التارجت من البزنس اللي انت بدأته. فببساطة جدا انت محتاج تحط 2 رولز طول ما انت شغال على البزنس بتاعك. رقم 1 ان انت تبقى مرتاح نفسيا قبل ما تبقى مرتاح ماديا. تاني رول محتاج ان انت تحطها، ما تلزمش نفسك وتوصل لمرحلة ان انت بتبدع كل يوم، بتعمل اسطمبة كل يوم، بتكريت كل يوم لكل مشكلة عندك. وهو ده اللي هيعمل لك بزنس جروث بكل بساطة. انت عندك اسطمبة لكل ديبارتمنت، انت عندك اسطمبة لكل تاسك، انت عندك اسطمبة لكل مشكلة بتواجهك في البزنس. وهو ده اللي انت محتاج توصل له في البزنس عشان يحصل له جروث.